تتذكر طفولتك؟ هل أنت من جيل سندباد ولا كابتن ماجد ولا جيل زد وألفا؟ خبرنا كيف كانت طفولتك؟ هل كنت هادي ولا اجتماعي ولا مش كالجيل؟ لحظة، أنا ما أقصد الطفولة اللي تتذكرها، أنا أقصد طفولتك اللي ما تتذكرها، طفولتك المبكرة، يعني من يوم ما انولدت لين ما صار عمرك 8 سنوات. صحيح ما حد فينا يتذكر هذه الفترة عدل، بس عقلنا بعده يتذكر المشاعر اللي حسينا فيها. في تجربة سووها على أطفال صغار، خلوا أهلهم يلعبون ويتفاعلون معهم بالنظر واللمس والكلام. بعدها طلبوا من الأهل إنهم ما يتحركون ولا يتفاعلون مع طفلهم بأي شكل من الأشكال لمدة 3 دقائق. لاحظوا الانزعاج الكبير على الطفل واللي وصل لحد البكاء. الطفل حس بالقلق والخوف وعدم الأمان، وهذه كانت 3 دقائق بس. فتخيل الطفل اللي عاش عمره كله في إهمال، أهله ما يكلمونه وما يهتمون فيه وما يلعبون معه، وحتى لو كانوا موفرين لك كل شيء يحتاجه بس خلوه قاعد شي، أو فوق هذا كان يتعرض لأي نوع من الإساءة. هذا بيسبب له اضطرابات عاطفية وصحية ونفسية ومشاكل في مرحلة البلوغ، بتخليه يعاني من الاكتئاب أو السمنة أو أمراض القلب أو السكر وغيرها، وما يتحكم بانفعالاته، وممكن حتى أنه يوصل للجريمة. وعلى المدى البعيد هذا ما بيضر بروحه، هذا بيضر المجتمع كله. أما إذا حصل الطفل الاهتمام والرعاية الصحيحة في طفولته المبكرة، فنسبة توازنه النفسي ونجاحه في المستقبل بتكون أكبر. عشان شي في أبو ظبي هذا الأسبوع مخصص للطفولة المبكرة، نثقف فيه الأهالي بأهمية إعطاء عيالنا اهتمامنا الكامل والتفاعل معاهم عشان نخلق بيئة نمو صحية ومتوازنة لهم. الطفولة المبكرة ممكن تكون هي مصدر القوة طول فترة حياتنا أو مصدر الاضطراب. خلونا نخلق لعيالنا طفولة يشكروننا عليها باكر.